احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا. نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كل الناس من محافظة قنا. ضيفنا اليوم شخصية لها بصمة في مجال العمل الاجتماعي بمحافظة قنا. معنا اليوم مدير نادي العلوم والتكنولوجيا بمحافظة قنا، وسكرتير عام نادي الطيران وعلوم الفضاء، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أجيال المستقبل بمحافظة قنا، الأستاذ أحمد محمود عبد القادر. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بكم، شرفتونا. أستاذ أحمد، من خلال خبرتك ودورك في مجال العمل الاجتماعي بمحافظة قنا، محتاجين من حضرتك تعرفنا يعني على شكل العمل الاجتماعي في المحافظة. أولا هنتكلم عن العمل الاجتماعي داخل جمعية أجيال المستقبل في المعنى. الجمعية مشهرة من 2003، والحمد لله لها باع كبير في الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية والاجتماعية والمساعدات الاجتماعية والخيرية. والحمد لله يعني حققت الجمعية إنجازات كثيرة جدا في كل هذه المجالات، وخاصة أيضا كمان مجال النشاط الرياضي. الجمعية بعون الله شاركت وساهمت مع مديرية الشباب والرياضة بقنا في العديد من المسابقات الرياضية والتي أقيمت بالمحافظة. حضرتك الجمعية أكيد دور في التعليم في المحافظة، ممكن حضرتك تعرفنا بعض الأدوار أو الأنشطة اللي قامت بها الجمعية في هذا المجال؟ بالنسبة لدور الجمعية في النشاط التعليم بالذات، بداية احنا بدأنا بمساعدة الطلاب الغير قادرين في المدارس بدفع المصروفات المدرسية، وكذلك طلاب الجامعات الأيتام. الجمعية أيضا بتقوم بتكريم الطلاب الفائزين في الترم الأول والترم الثاني في كل مرحلة دراسية، ويتم تكريمهم عن طريق الجمعية داخل مدارسهم. الجمعية أيضا بتعمل على كيفية عودة المتسربين من التعليم لظروف كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تعليمية، وبنقدر بنرجع الطلبة إلى مدارسهم مرة أخرى ليكملوا مسيرة التعليم. أيضا الجمعية بتهتم بتعليم محو الأمية وتعليم الكبار، والجمعية لها باع كبير في هذا المجال، وتخرج العديد من السيدات والفتيات والشباب والرجال في مجال محو الأمية. أيضا الجمعية بتقوم بعمل بعض المساعدات كمجموعات تقوية داخل الجمعية للطلاب الغير قادرين لرفع مستواهم التعليمي. أستاذ أحمد، يعرف عن جمعية أجيال المستقبل عن دورها الفعال والمميز في مجال كفالة اليتيم، فممكن حضرتك تكلمنا عن دور الجمعية والأنشطة اللي قدمتها الجمعية في هذا الموضوع؟ الجمعية الحمد لله بتساعد الأسر الأيتام والفقراء وحالات الطلاق وحالات الهجر بمساعدات مالية شهرية، وأيضا مساعدات عينية، بالإضافة أنها بتقوم بعمل مشروعات صغيرة لبعض الأسر الفقيرة. بدلا من أن احنا نساعدهم بالماديات، احنا بنساعدهم بمشروع صغير تديره الأسرة، والجميع بتتابع المشروع معهم من البداية للنهاية. وأيضا بتعمل الجمعية على توفير كل احتياجات المنزل، سواء كانت غسالة، ثلاجة، بوتاجازات، كل إمكانيات المنازل المحرومة من الخدمات. أيضا من دور أيضا توصيل الوصلات المية، عمل دورات مياه للأسر الفقيرة دي. إزاي أو طريقة الوصول للمستحقين للمساعدات وكيفية اختيارهم؟ أولا احنا لدى الجمعية فريق من الباحثين كويس جدا من المتطوعين، بنعمل بحثنا داخل القرى وداخل النجوع،
بناء على أدلة داخل النجوع دي. بيبقى في واحد دليل لينا في قرية من القرى بيقول ان هو البلد بتاعتنا محتاجة لبعض المساعدات. احنا دايما بننزل في البداية بمساعدات العينية، شنط رمضان، لحوم الأضاحي. من خلال دخولنا القرية بنقدر نتعرف على احتياجات كل قرية. طيب أستاذ أحمد، هل هناك الجهات معينة داعمة للمشروعات التي تقوم بها الجمعية، أم أنها قائمة على المساعدات والجهود التي يقدمها يعني أعضاء أو أفراد من المجتمع القناوي؟ الجمعية الحمد لله لم تتلقى أي دعم من أي جهة حكومية أو غير حكومية. الجمعية قائمة على تبرعات أهالي الخير من أعضاء الجمعية ومن المجاورين للجمعية ومن يسمع عن نشاط الجمعية. فالتبرعات بتجي لنا في مقر الجمعية عندنا هنا من أهل الخير، ما بناخدش مساعدات من أي حد. شكرا لحضرتك أستاذ أحمد محمود عبد القادر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أجيال المستقبل بمحافظة قنا. شكرا لكم، تشرفت.